في قلب الإسكندرية على البحر مباشرة، فندق قديم من زمن الملك فاروق. كل اللي بيدخله بيحس إنه راجع بالزمن. السقف عالي والنجف ضخم جدا، بس كل الجمال ده بيقف عند باب واحد بس، باب مكتوب عليه 313. أوضة ما فيهاش نزلاء، بس فيها ناس بتتكلم كل ليلة. كان في نزيل اسمه توماس، كاتب أجنبي جاي يكتب عن الأماكن المسكونة في الشرق الأوسط. قال لهم إن هو عايز يبات في أوضة تطل على البحر، بس يكون فيها تاريخ. الاستقبال اقترح عليه أوضة رقم 301، لكن بص للموظف وقال: مش دي اللي أنا عايزها، أنا عايز الأوضة اللي محدش بينزلها، 313. سكت الموظف لحظة وقال له: الأوضة دي مش جاهزة. رد توماس بابتسامة باردة: أنا جاهز لها. الليلة الأولى عدت عادي، بس في آخر الليل العامل اللي بينظف الدور التالت قال إن هو سمع صوت مية في الحمام بتتفتح وتتقفل جوه أوضة رقم 313، رغم إن محدش طلع ولا دخل. تاني يوم توماس نزل للفطار عادي جدا. قال للمدير: الأوضة دي فيها طاقة غريبة، فيها مراية مش بتعكس صورتي بالكامل. ضحك المدير وقال له: المراية دي من أيام الاحتلال، بتعكس اللي عايزة تعكسه. الساعة 2:30 بالليل الأمن سمع صوت خبط في الباب بتاع أوضة رقم 313 من جوه. لما جريوا على السلم الباب كان مقفول، لكن الصوت واقف من بره، وصوت ست بتلمس بصوت واطي جدا بيقولوا: هو عارفني دلوقتي، بقى شايفني. تالت يوم توماس مرجعش. العمال دخلوا الأوضة ملقوش غير سرير متكسر، شباك مفتوح، ودفتر صغير جنب المخدة فيه كلمات متقطعة. الساعة وقفت الساعة 3 بالظبط. المراية مش بتعكس أي حد في الأوضة، هي جوه الحيطة بتنادي باسمي: لو قريت ده ما ترجعش الباب، سيبه مفتوح. الإدارة رجعت كاميرا المراقبة في الدور التالت. توماس طلع الساعة 9، دخل أوضة 313 الساعة 9:13، ما طلعش بعدها خالص. والكاميرا سجلت حاجة أغرب: في الساعة 3 الفجر باب الأوضة فتح من جوه لوحده، وطلع منه دخان خفيف رمادي زي الضباب، لكن مفيش حد خرج. في سنة 2005 موظف جديد اسمه أكرم سمع الحكاية وما صدقش. قال لهم: أنا هبات فيها الليلة دي وهطلع لايف لو عايزين. بات فيها. الصبح لقوه قاعد على الأرض، ظهره للباب، مش لابس حاجة غير هدوم النوم، وعينه مفتوحة على آخرها، بس ما بيغمضش عينه. قعد ساكت يومين، ولما اتكلم قال جملة واحدة: المراية بتحفظ باللي بيشوفها وأنا شفتها. استقال بعدها ومحدش شايفه تاني. في 2019 نزيل اسمه كريم دخل الفندق وحصله خطأ في السيستم وادوله أوضة رقم 313 بالغلط. بعد ساعة نزل للاستقبال، صوته متوتر وعينه بتتحرك بسرعة. قال: أنا سمعت نشرة أخبار قديمة من التسعينات طلعالي من الحيطة. كان في باب صغير في الحمام مفتوح شوية، وورا منه في صوت بينادي بصوتي أنا. ولما راحوا يشوفوه مفيش باب تاني، ولا في راديو، ولا في أي جهاز صوتي في الأوضة. النهاية: أوضة 313 اتقفلت رسميا، وتعلقت على بابها يافطة خارج الخدمة. بس عمال الفندق بيقولوا إنهم كل يوم الساعة 3 الفجر بيسمعوا صوت خفيف جواها، حد بيضحك أو بيغني بصوت ست، وبيظهر نور خفيف تحت الباب زي ضوء شمعة.